يا جماعه انا مش قادر اتخطى اللعبه بتاعت محمد مجدي بيه قفشه دي، مش عارف اتخطاها. يعني مكسب حلو وكل حاجه، مش عارف يعني. قاعد الاربع تجوان جمال وكل حاجه، وعملنا كل حاجه في المباراه، بس مش عارف ليه مش عارف اتخطى لك دي يا محمد يا مجدي بيه قفشه. يعني انت فيها ايه دي؟ فيها ايه مالك يا بابا مالك؟ يعني انت بتزعل لما بتقعد، مع ان في واحده قبلها بص، ومن كوكا اختها، يعني تحس انها اختها وكوكا. انت بقى محمد بيه قفشه، ده انت المفروض يعني عندك مهارات ورجلك مظبوطه على الجون، وكلام كتير قوي ممكن يتقال. يعني يا محمد بيه، ما انا عندي في مكانك ده دلوقتي ممكن يلعبها امام، وممكن يلعبها زيزو، وممكن يلعبها تريزيجيه. يعني انت قول لي ليه انا اقعد دول ليك دكه؟ يعني انت رد على نفسك، ليه اقعد دول ليك دكه واشوف الحاجات دي؟ اللعيب يا مجدي بيه قفشه بيستغل انصاص الفرص. اللي انت بتعمله ده يجيب ذبحه، يجيب جلطه. احنا كنا قاعدين ورا سكتنا، يعني فاهم اللي هو انت ضيعت دي؟ معقول الحاجات دي ما تضيعش منك؟ انت حبيبي، انت راجل نازل عايز تثبت نفسك، ما تضيعش الحاجات دي. ده الشيف يا راجل سجل، يعني انت مش هتسجل؟ مش عارف ليه ما قدرتش اتخطى اللعبه دي، ومش عارف احنا نعمل لك ايه. يعني انت ليه عايزني انا يعني العبك انت واخلي التقال دول كلهم بره مش وتزعل؟ يعني يا عم اتفرق. لو ده هيزعلك مني حقك عليا يا عم واتفلق. اقول لك ايه طيب؟ يعني ما انا مش لازم اشوف الزنا الكروي ده منك. يعني انا ما عنديش، لو ماتش مقفول وانت ضيعت هجمه زي كده ما حدش هيسمي عليك. انت حظك حلو اللي احنا كنا فارقين بجونين، لو كنا لسه 3-2 لا ما كانش الموضوع هيعدي يا قفشه كده. يعني انا بشوف منك يا قفشه الحاد كروي، مش عايز اشوف الحاجات دي، ما بقتش عايز اشوفها خلاص يا قفشه. مش وقته ولا مكانه ولا زمانه يا قفشه، يعني اعذرني يا حبيب قلبي يعني.